السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. ناس كتيره سالتني على موضوع مدرسين ثانويه عامه وازاي نختار بينهم، وهل اخد درسين في الماده الواحده لو انا خايف من ماده مثلا زي الفيزياء او انا ضعيف في الانجليش اخد درسين فيها ولا لا. في الفيديو ده هقول لك ازاي تختار بين مدرسين ثانويه عامه من خلال 6 معايير تقدر تقيم بيهم المدرس وتختار بعد كده، سواء كنت اولى او تانية او تالتة، وتالتة بالاخص طبعا. لو مهتم كمل معايا الفيديو الاخر، يلا بينا. في البداية كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة لو انت لسه جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة معانا هي الفهم. اول معيار معانا هو الفهم. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت طبعا نظام جديد، يعني اسئله كلها بتعتمد على الفهم، مفيش زي النظام القديم كلها حفظ. فبالتالي انت محتاج انك تبقى فاهم الدرس مش بس حافظه. يترتب على ده انك تبقى محتاج مدرس فاهم الماده العلميه كويس. لو انا هتكلم على مواد علميه فلازم يبقى فاهم الماده كويس، يقدر ان هو يبحث ويدور في مصادر مختلفه، مش بس يعتمد على الكتاب، لان الاسئله ما بتجيش من الكتاب بس. فبالتالي انا محتاج مدرس يكون كويس وبيبحث وعنده ابديت للمعلومات دايما، غير طبعا المدرس المعتمد على الكتاب فقط لا غير، وما بيجيبش اي معلومات خارجية او معلومات تخدم المنهج بتاعك. تاني معيار معانا هو المتابعة. مهم جدا في الدرس ان يكون المدرس بيتابع وبيهتم بالطلبة وبيتابع معهم باستمرار وبيعمل مراجعات وبيعمل امتحانات باستمرار. هو ده اللي بيميز مدرس عن التاني. تالت معيار معانا هو الراحة النفسية، وده انا شايف ان ده اهم معيار في الموضوع كله، لان انا لو بروح لافضل مدرس موجود ولكن انا مش مرتاح نفسيا معاه، مش حابب الحصة، مش متأقلم مع المدرس، فبالتالي مش هستفيد ومش هفهم من المدرس، لان انا نفسيا مش مرتاح له خلاص. فبالتالي دور على مدرس تكون بترتاح معاه نفسيا. يعني انت بتجرب في اول نص شهر، وبالتالي تقدر تشوف بقى هل انا متأقلم مع المدرس ده، حابب الحصة بتاعته ولا لا، وبالتالي تقدر انك تقرر بعدها. رابع معيار معانا هو المكان. هتقول لي ايه المكان، ايه لازمته؟ يعني عادي مش فارقه. اقول لك لا، المكان مهم جدا. بمعنى لو انا عندي 2 مدرسين، واحد شغال مثلا في بلدك ماشي، او في قريتك في مدينتك، وواحد تاني شغال بعيد عنك، محتاج منك انك تركب مواصله او 2 ويكلفك مثلا ساعة مواصلات او ساعة الا ربع. فبالتالي لا، المدرس اللي في بلدك هيبقى افضل، لان انا لما اقضي مثلا ساعة مواصلات قبل الدرس وساعة بعد الدرس وساعة او ساعة ونص في الدرس، فانا كده ضيعت 3-4 ساعات. مش بس كده، ده انا كمان ببقى جاي مرهق وتعبان وعايز انام، فبضيع اليوم، يبقى كده اليوم بتاعك باظ. خامس حاجة معانا هي المواعيد. مهم جدا علشان تختار مدرس ان يبقى مواعيده مناسبة ليك شخصيا، وتبقى كمان مناسبة لباقي المدرسين. يعني على سبيل المثال ما تروحش مثلا درس، عندك درس الساعة 12 الظهر والدرس اللي بعده هيبقى الساعة 3، وانا طالع مثلا، انا بيتي بعيد عن الدروس، فبضطر ان انا اقعد قدام الدرس مثلا او قدام السنتر او قاعد في جامع او اي حاجة، وانا كده ضيعت من الساعة 12 لحد الساعة 3 ساعات قاعد فيهم فاضي ما بعملش حاجة. يعني انا كده ابقى طالع من بيتي قبل الساعة 12 وراجع بيتي مثلا الساعة 5 او 6، فانا كده بوظت اليوم وضيعت الوقت بتاعي. فبالتالي مهم جدا جدا موضوع المواعيد ده، لازم تظبط المواعيد، حتى لو هتيجي على حساب اي معيار من المعايير اللي احنا قلناها فوق، ولكن تبقى دروسك ورا بعضها، ده افضل حل. يعني على سبيل المثال لو انت بتاخد مثلا 6 دروس، مثلا لو انت علم علوم او حاجه او علم رياضه، مثلا عندك 6 دروس، فيفضل مثلا يبقى 3 في يوم و3 في يوم، ده يبقى افضل حل. لكن مثلا تبقى مخلي درس في يوم و5 في يوم، طب انت ضيعت اليوم التاني، كده اليوم هيبقى مرهق وصعب عليك جدا. فحاول انك تقسم الدروس على اليومين. سادس حاجه معانا ومهمه جدا برضو هو شخصية المدرس. لازم المدرس اللي هتبقى عنده ده يبقى عنده شخصية. بمعنى
ما ينفعش بقى المدرس ده يبقى بيشرح على السبوره وسايب الطلبه وراه بتتكلم، والطالب ده بيتكلم مع زميله والطالبه دي بتتكلم مع زميلتها، وبالتالي سايبها كده عايمه وانت مش عارف تركز. وبالتالي طبعا انت مش هتركز مع المدرس لان في حد جنبك بيتكلم وهنا بتتكلم، فبالتالي مش هتعرف تبقى مركز معاه ومش هتعرف تستفيد منه اكبر استفاده. يعني شخصية المدرس مهمة جدا في الدرس. مش شرط العدد، ممكن يبقى المدرس شغال مع 10 ولكن ال10 دول مش عارف يسيطر عليهم، وبالتالي الحصة بتبقى كلها فوضى ومش عارف يتحكم في الطلبة، فبالتالي انت ما بتفهمش حاجة او ما بتستفيدش حاجة من الحصة. وممكن يبقى مدرس تاني قاعد قدامه 200 طالب ولكن قادر ان هو يسيطر عليهم كلهم. اول ما يبدا شغل يبقى ستوب، مفيش حد بيتكلم، مفيش اي كلام جانبي، وده يبقى افضل. دول كده 6 معايير حاولت ان انا الخصهم لك في حاجات بسيطه. مهم جدا لو انا عايز اختار مدرس اشوف هل المعايير دي تنطبق على المدرس، وزي ما قلت قبل كده ممكن تتخلى عن معيار مقابل حاجه تانيه. يعني مقابل ان انا اشوف مواعيد مترتبه ممكن استغنى عن حاجه تانية. وطبعا المدرس اللي تلاقي فيه معظم المعايير دي فهيبقى كويس. نصيحه ما تروحش لاكتر من مدرس في الماده لانك هتتشتت. طبيعي جدا انك تتشتت، ما ينفعش. على سبيل المثال لو انا اخدت درسين في الفيزياء فرحت المدرس ده والمدرس ده، المدرس ده بيشرح بطريقه والمدرس ده بيشرح بطريقه تانية. لما انا اروح البيت بقى عشان احل هبص طب انا احل بطريقه مين فيهم؟ بالتالي مش هحل خالص لان ده ماشي بطريقه وده بطريقه تانية خالص، فبالتالي بتتشتت. لو عايز تاخد درسين تبقى في المراجعه لو عايز تاخد درسين تبقى في المراجعه، بحيث مثلا مدرس شغال معاه ومدرس تاني بيحل معاه بس، لكن ما تاخدش درسين من اول السنه. حاجه اخيره، يا ريت ما تروحش المدرس بس علشان هو مشهور. لا، المشهور ده ممكن ما يكونش كويس، بس انت رحت علشان زمايلك راحوا ليه. ما تسمعش كلام صحابك وتقول لا احنا الكل هنروح للمدرس ده وخلاص. طبعا مش مهم كان هو كويس او لا، ماشي بالنظام الجديد ولا لسه مكمل على النظام القديم وطريقته هي التقليديه، وبالتالي كده انت بتيجي على نفسك في مقابل ان انت ماشي مع صحابك. يا ريت تبقى عارف مصلحتك، ما تمشيش مع حد، ما تمشيش ورا اي كلام ويقول لك لا المدرس ده مشهور، المدرس ده كويس وبتاع. روح جرب بنفسك وشوف المعايير دي تنطبق عليه ولا لا. بس تنطبق خلاص اوكي، لكن لو ما تنطبقش عليه خلاص يبقى تسيبك منه وشوف مدرس تاني، سواء كان صغير في السن بقى مش هتفرق، مش شرط السن يا شباب. خلاص كده حاولت ان انا الخص لك ال6 معايير دول. يا ريت يكون الفيديو مفيد ليك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.